السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ انا سمر ودي قناتي. النهاردة ان شاء الله هندهن قطع الكونكريت باللون الابيض اللؤلؤي، وازاي نلزق عليه ورق الذهب وبطريقة سهلة وبسيطة بدون غيرها حاجة كده من الاخر. اول حاجة انا جبت قطع الكونكريت بعد ما نشفت تماما، بعد ما طلعت من القالب ونشفت تماما وصنفرتها، وجبت معايا اللون الابيض اللؤلؤي طبعا بيتجاب من عند الموان، وجبت معايا فرشة كده وهبدأ الون بيه. الفرشه تكون ناعمه معايا، وهبدا الونه زي ما انتم شايفين كده، ادهنه وما نخليش فيه حرف الفرشه باين ولا اي حاجه خالص. ندهن من الداخل ومن الخارج ومن الجوانب، لازم ندهنه كويس جدا وبالذات الجوانب عشان ما يبقاش فيه لون ولون معانا. وبعد ما تدهني كده في الاخر خالص تحاولي تظبطيه اللون عشان ما يبقاش فيه اي رتوش زي ما انت شايفه كده. لو في اي زيادات تعنيها بالفرشه برضو. جبت هنا كمان معايا الفازه بدهنها. الفازه هنا مضلعه بالطول، فلازم يبقى فرشه معايا. لو انت عايزه تدهني الباقي كله بالبيوتي بلندر مفيش مشكله، بس او قطعه سفنجه، بس الفاز دي لازم تدهن بالفرشه لانها مضلعه بالطول كده. تحاولي تشيلي برضو زي ما قلت لك اي زيادات عليها عشان القطعه تبقى كويسه جدا وشكلها ظريف، ما يبقاش فيها اي تكتلات اي حاجه. ندهن الفازه برضو التانية كده زي ما انتم شايفين. بندهنهم باللون اللؤلؤي ده مرة واتنين وتلاتة على حسب ما يديك اللون. انت شايفه اللون كويس جدا، خلاص اكتفي بكده. وبين كل مرة ومرة وانت بتدهني تسيبيه لغاية ما ينشف تماما. ما ينفعش تدهني مرة تانية وهو لسه القطعة لسه ما نشفتش، هتبقى شكلها مش حلو معاكي خالص. هنا كان نشفوا بعد الثلاث مرات، انا دهنتهم 3 مرات ونشفوا تماما. بصوا اللون اللؤلؤي تحفة. جبت معايا ورنيش مائي، وجبت معايا ورق الدهب زي ما انتم شايفينه كده. احسن حاجه تدهني بيها ورق الدهب هو الورنيش المائي، الغيره لا، ولا الامير ولا اي حاجه. احسن حاجه تدهنيها بيها هي الورنيش المائي، باسهل طريقه، سهل جدا وانت بتدهنيه، وكمان بيديله لمعه حلوه جدا فوق اللمعه بتاعته. كمان بنقطعه كده زي ما انت شايفه بطريقه عشوائيه، قطع صغيره. عايزه تحطيه قطع طويله مش هيبقى ظريف، بس بالقطع العشوائيه كده يبقى حلو جدا معاكي. وفي ورق دهب بيبقى ملهوش لمعه كده يا جماعه، ما تجيبوهوش، لمعته بتبقى ضعيفه، لكن ده لمعته حلوه جدا. بتجيبيه برضو من عند بتوع قوالب الكونكريت، او بتجيبيه من مكتبه، بتجيبيه من اي حته زي ما انت شايفين. حطيه كده بطريقه عشوائيه، خدي من الورنيش المائي وحط القطعه كده وادهني. انا حبيت اعمل الفازه دي بس لوحديها عشان يبان معايا اللون اللؤلؤي ولون الفازه معايا محطوط عليها ورق الدهب. بصوا شكله تحفه، تحفه معماريه كده زي ما بيقولوا، والله جميله جدا. حاجه كده من الاخر فيها رقي، وفيها زي ما انتم شايفينها كده فيها رقي، حاجه رائعه. وانتظروني في فيديوهات جايه كتيره ان شاء الله.